والله ما أدري وش قاعد أسوي. المهم صباح الخير، كيف الحال؟ إن شاء الله أنكم طيبين، وإن شاء الله أنكم بصحة وعافية وسلامة. رجعنا لكم فيديو جديد إن شاء الله اليوم. طبعا إحنا ويكند الآن، إيش عندنا اليوم تمرين؟ اليوم عندنا تمرين بايسبس وظهر. فطبعا اوريدي أنا أصلا بديت جولة. أصلا ما كنت ناوي أصور في الويكند، لكن قلت بما إنه فيني طاقة ولله الحمد، ودائما نشكر ربنا على الصحة والعافية، فليش لا يعني ليش لا أصور لكم. يس. طيب خلونا نلعب اللي هو اليوم بيكون التركيز أكثر شيء على العقلة، التشين أبس تحديدا، لأنه تركيزنا حيكون باي برضو مع الظهر. فالتشين أبس يشغل الباي ويشغل الظهر، عشان كذا بلعبه، وبعدها على طول بخش باي. يعني ما في أي تمرين ثاني غير للظهر، ما في تمرين ثاني غير التشين أبس، بس إني بلعبه كجولات وعدات، بحيث إنه إيش تتفاعل بالشكل الكويس. ممتاز ممتاز. فبسم الله، خلونا نكمل هذه الجولة الثانية. 1 2. طيب زي ما انتم شايفين قاعد يضايقني هذا الشيء، فخلونا نعكس الجهة. ممتاز. ما أدري كم عدة، بس أنا عادة إذا عديت الأربع عدات أو 5 عدات خلاص معناها أنا في السيف سايد، فأكمل لين أتعب، وغالبا لين أتعب معناها أوصل 10 يمكن 9 كذا، which is very good يعني. بإذن الله الفترة الجاية بتشوفون مستوى خرافي كله من ناحية القوة، ومن ناحية يعني العضل. بيكون فيه تطور ملحوظ بإذن الله بإذن الله. أهم شيء الله يديم علينا الصحة والعافية. وصح ممكن ندخل البطن اليوم، نلعب بطن، لأنه نفس ما قلنا ما عندنا تمارين كثير، فحندخل بطن. فخلونا الآن نخش جولة ثالثة. One, two, three. Let's go.
حاول أول عدات تلعبها full range of motion. والله متعب جدا الوضع. حاول أول عدات تلعبها full range of motion لأنه بيكون عندك الطاقة ولسه عضلاتك توها. وأصلا كل العدات full range of motion. طبعا أنت في مخك أو خلي تفكيرك دائما full range of motion، لأنه مع تقدم العدات في الجولة حتتعب العضلات وأنت أصلا ما راح تقدر توصل للفول رينج. يمكن يعني خصوصا التمارين هذه حتوصل يمكن للعدة 6 كذا فول رينج اوف موشن، بعدين تبدأ تنقص، فما راح يمديك تطلع وتنزل كامل أصلا. بس أنت في راسك تتمرن إنك تبي توصل أقصى شيء تقدر توصله. والأفضل دائما إن الطلوع يعني مثلا تمرين العقلة يكون الطلوع سريع والنزول بطيء. فهمتوا كيف؟ دائما تعكس دائما. والله معليش تعبان من جولة. دائما تجي عكس اللي هو الجاذبية. دائما في مخك تتحدى الجاذبية، فأنت نازل تنزل بطيء. ليش؟ لأن الجاذبية قاعد تسحبك على تحت، فأنت إيش تتحداها وتحاول إنك تصمل لفوق أكثر وقت ممكن. بعدين أنت طالع هي تسحبك لتحت، أنت لا تبي تطلع، فتحاول تطلع أسرع شيء يعني تقدر عليه بكل قوتك. keep this in your mind. في أشياء يعني أساسية الواحد في التمرين لازم يطبقها، زي هذه الأشياء مفاهيم. في أشياء زيادة ممكن تفاصيل وكذا. لكن نفهم الآن الأشياء الأساسية. طيب الآن حنلعب كذا بدون وزن، ممكن نلعب جولتين 3، وبعدين بنجيب اللي هو حبل المقاومة محطة نسوي عليه برضو 3 جولات، وبعدين نخش باي. فنقول بسم الله let's go. 2 3 5 6 7 8 9 10 1 2 طبعا لأني كنت حاط وزن فكنت حاسس نفسي ثقيل، والحين يوم شلته حسيت بالخفة فسويت عدات وحسيت أسهل. اوكي
باقي لي الآن جولة. باقي لي جولة بعدين أخش اللي هو خلي الحبال المقاومة تساعدني. بسم الله. بنصص بس بسوي هولد. طبعا أكثر تمرين طور هالعضلة هذه اللي تشوفونها اللي هو إني أتعلق كذا بس. آخر مرة سويت تيست الوقت اللي أقدر أتعلق فيه بيد واحدة وصلت يمكن دقيقة، قدرت أتعلق يعني مدة دقيقة. إيش فيك يعني أنت شايل جسمك بيد واحدة، فهمتوا كيف؟ عشان كذا يعني يعتبر تمرين خرافي. قد شرحت من أول يعني تقدر تبدأ بإيش إنك تتعلق بيد واحدة وبعدين تحط يدك كذا مثلا تساعد شوي أو تحط أطراف رجولك وتخلي يدك لفوق يعني ماسكة، مع الوقت حتقوى يعني. هو أكيد تمارين الباي يعني ما تقصر طبعا في الأرم يعني كلها. آه. طيب الحين عندنا اللي هو المساعدة، نحتاجك يا صديقي. جميع أنواع حبال المقاومة موجود، كله متوفر. شكلي بفتح اشتراكات هنا تجون أدربكم فينا في البيت. فكرة ها؟ كيف الحين؟ طيب يا أبوي هذا الوزن مسبب لي ضيقة نفسية. أخر بس. يلا متحمل نفسي أنا. فهكذا ويلا بسم الله. الله بسم الله. 1 2 6 7
9 10 11 ايش صار؟ وين رحت؟ فبس بخلص جولتين زيادة وارجع لكم. قفل. طيب يا جماعة الخير، الآن راح نلعب بايسبس. طبعا دائما أحب ألعب أو أبدأ بهذا التمرين. خلني أوريكم، شوفوا كيف. هذا وين؟ هذا، أيوة هذا. أعبي فيه أوزان. طبعا حاط الحين 10 20 و10 30 كيلو. فيس بس امسك الوزن كذا وارفع. طبعا الوزن يعتبر ثقيل على يد واحدة، لكن بحاول أنصص، ما في مشكلة. فبسم الله. 1 2 3 4. اوه لا لا والله ثقيل. والله متعب. ايش هذا؟ طبعا الشين ابس بعد يعني مفروض انها ضاعفتني شوي. والله مو شوي، والله لعبت تقريبا 8 جولات. 3 جولات في الوزن 15 كيلو، و3 جولات بدون وزن، و3 جولات مع الحبل. فيدك اوريدي تعبانة يعني، ليش تسوي نفسك قوي وانك بتشيل يعني 30 كيلو؟ بس اتوقع اليسار تشيل، ما ادري اليسار اقوى يعني. الزمن اقوى. 1 2 3 4. اوكي نقص بأسرع وقت ممكن. والله متعب، كأني شايل ايش ذا. ثلاثين كيلو. والله أذكر إن قد شلت من أول، بس ما أدري إذا وصلت 30 كيلو. لكن ما عليكم، 30 كيلو هذه أبو شهر وصل لها، أسبوعين يمكن بعد. لكن خلال شهر تشوفوني ماسك 30 كيلو. 1 2 3 ايزي. أو إني بجرب ألعبه وأنا مرتاح يعني، مو توني جاي من تشين أبس. التشين أبس هذا شيء يدمر.
فنقصنا 10 كيلو، فأتوقع الحين ممتاز. أوكي، نلعب عدات، فنقول بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 12 عدة. خلينا نشوف 12 عدة بالموت. شوفوا اليسار الحين، بس خلينا نرتاح شوي، نرتاح من ناحية النفس. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 اليسار أقوى. كيفك يا عزيزي؟ مش تبي تصدق وما تبي تصدق، لكن اليسار أقوى عندي، ما أدري ليه. أوه. 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 إيه، الموت، الموت يا جماعة الخير. المهم قاعد ألعب الآن، خشيت اوريدي في اللي هو التمرين الأخير أو قبل الأخير، اللي هو الهامر. 1 2 3 4 5 6. اوكي، one. نقرب شوي. 2 3 4 5 6. اوكي، طبعا هذا باقي لنا اللي هو الهامر، وبعدين آخر شي نلعب اللي هو في الإيزي بار، نلعب العكس كذا، اللي هو نفس ما علمتكم إنه إيش، نمسك الإيزي بار، يدك تكون كذا وأنت طالع 1، بعدين تنزل 2 3 وهكذا. نلعب آخر جولة الساعة 10:15. أوكي، حلو حلو. لا بنخلص بدري اليوم، يعني أقصد قبل صلاة الجمعة بكثير. فبسم الله. 1 2 3 4 5 6 7. اوكي، 7 عدة. اوف. سبع عدات.
بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. قلت لكم اليسار أقوى عندي، يعني وصلت 10. طيب نخش على آخر تمرين الآن، واللي هو ريفيرس ايزي كيرل. لا تاخذون على اسماء التمارين ترى اللي يقولها، يعني أنا هي يعني تكون شبه صحيحة، فأنت يمكن إذا كتبتها في اليوتيوب تبحث عن شرح أو شيء بيطلع لك، يعني هذا أهم شيء. بسم الله. One 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بموت. أوه. أحط لكم كذا بس كذا أحسن تشوفون. أوكي. أوه. طبعا الفخشمي هذه خلاص انتهت، فبشيلها. أسوأ نوع مر عليه اللصقة هذه، تنفك بشكل أسرع، يعني ما أدري كيف أوصفه، يعني ما تلحق تحطها أصلا إلا هي بدأت تعطيك إشارات إنها ما هي راكبة زين. بسم الله. ايزي. اوف. بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7. طيب الحين عدات سريعة. آه. آه. آه.
إله إلا الله. آه. باقي آخر جولة. شباب، طبعا الوزن هذا ترى يعتبر خفيف، بس بالنسبة للتمرين هذا اللي قاعد أتمرنه ثقيل. يعني شوفوا، أقدر حتى أشيل بيد واحدة، وأقدر أسوي بايسب كيرل، بس ما أبغى الحين بيد واحدة حتى. بس في هذا التمرين يعتبر ثقيل. يلا آخر جولة، بسم الله. صورة الثمنيل، كل شيء لعيون الثمنيل ولعيونكم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خلاص استسلم. خلاص تعال هنا. دعني يا عزيزي المشاهد. طيب، بالنسبة لتمارين البطن بس لأني بريح شوي، لازم تفصل شوي 5 دقايق 10 دقايق عن التمرين، بس عشان لا أطول عليكم. أول تمرين بطن، والله هو غالبا يعني يكون هو التمرين الوحيد، هو تمارين في تمرين. يعني أبدأ أول شيء زي كذا، فهمتوا؟ المقصد مو إنه والله لازم توصل لهذا المدى، لا، المقصد إنك ترتفع لأقصى ارتفاع، حتى لو كان مثلا لو كان إلى هنا عادي بالبداية كذا أصلا. بس الفكرة يعني أنا عن نفسي أبدأ إلى فوق، أسوي عدات، بعدين إذا تعبت أسوي لين يعني يصير ال ست، وآخر شيء كذا. فهمتوا؟ فبس يصير عندك كأنك 3 تمارين في جولة، بس تسويها ل3 جولات أمورك طيبة. يعطيكم ألف عافية على المشاهدة. لا تنسونا من الدعم، لايك، شير، كومنت، سبسكرايب أكيد. لا تنسى تفعل جرس التنبيهات. كان معك فؤاد ياسين أو فؤاد ثينكس من قناة فؤاد ثينكس كلهم. يعطيك ألف عافية. ومقطع اليوم برعاية شباب. نشوفكم على خير، مع السلامة.